السلام عليكم في حلقة جديدة من حلقات سيف. بصراحة الحلقة دي معمولة مخصوص لسؤال ناس كتير سألته الفترة اللي فاتت ليا، وهو ايه الفرق بين الداتا ساينس وما بين الماشين ليرنينج. وانا كمان من عندي، لان برضو ده سؤال اتسأل لي كتير قبل كده، هو ايه الفرق بين الماشين ليرنينج والفرق بين الديب ليرنينج. السؤال ده او جواب السؤال ده مهم ليه؟ مهم لانك انت لو بدأت تتعلم في المجال او في بداية تعلمك للمجال، انت هتبقى محتار هل اتعلم على رود ماب خاصة بالداتا ساينس ولا اتعلم على رود ماب خاصة بالماشين ليرنينج. طيب لو انا في الماشين ليرنينج، هل اتعلم ماشين ليرنينج ولا ديب ليرنينج؟ هل هم نفس الشيء ولا هم مختلفين؟ هل ابدا بده الاول ولا بده الاول؟ فكل دي اسئله محتاجين ان احنا نعرفها، وان شاء الله هيبقى في فيديوهات جايه بنتكلم فيها بشكل مفصل على الجانب التكنيكال بقى، وهنشرح تكنيكال، لان ان شاء الله الحمد لله انا عملت تشانل على تليجرام باخد فيها اراء الناس عن في المحتوى اللي هينزل الفتره اللي جايه ان شاء الله. فلقيت ان اغلب الناس محتاجه ان المستوى بتاعها لسه في الجانب المبتدئ، ان هو لسه في بدايه الامر. فعشان كده ان شاء الله لو الفوت اجمع ان اكثر الناس هي الناس اللي لسه في بدايه الامر، هبدا بقى انزل رود ماب عن الماشين ليرنينج، وابدا بقى اشرح كورس كامل للماشين ليرنينج بالطريقه اللي انا كنت نفسي اتعلم بيها. يعني ده لو لقيت ان في اغلبيه عاوز الموضوع ده. فلو انت من الناس اللي مهم حابب يكون ليك رأي في الموضوع، فيا ريت تدخل على لينك التليجرام، هتلاقيني سايبه لك في الديسكريبشن تحت، وتعمل فوت على المستوى بتاعك. وان شاء الله الفيديوهات الجايه هيبقى برضو عليها فوت، وفي رسائل كتير هنعملها تبقى بآراء الناس، هنحدد المحتوى اللي هينزل ان شاء الله. ولو انت لسه مش مشترك، فيا ريت تشترك وتشرفنا بوجودك في القناه، وخلينا نبدأ. احنا هنتكلم عليها. هنتكلم الاول على الماشين ليرنينج والديب ليرنينج، بعد كده هنتكلم على الداتا ساينس، في الاخر خالص هنتكلم على الفرق بقى بين الماشين ليرنينج والداتا ساينس. طيب، قبل ما نتكلم على الماشين ليرنينج، خلينا الاول نتكلم على الذكاء الاصطناعي بشكل عام. طيب، خلينا الاول نتكلم على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو المجال الكبير اللي يعتبر من ضمنه هو الماشين ليرنينج. ايه بقى هو الذكاء الاصطناعي؟ فكرة الذكاء الاصطناعي قايمة على ان احنا محتاجين نبني نظام ذكي يعمل لنا مهمة معينة الانسان بيعملها، سواء كانت مهمة واحدة او مهام متعددة. وده يعتبر النارو اي اي، او الارتفيشال انتليجنس الضعيف. ليه ضعيف؟ لان هو بيعمل مهمة معينة احنا بنحددها له، او اكتر من مهمة احنا بنحددها له برضه. الذكاء الاصطناعي بقى المتقدم، او الحاجات اللي هي بنشوفها في الافلام ودي لسه مش موجوده غير على الابحاث وتفكير الناس، هو ان بقى الذكاء الاصطناعي يبقى ليه رايه، والذكاء الاصطناعي هو بقى هيتحكم في البشر ويبقى مستقل بذاته ويخترق العالم والحاجات دي كلها. لا، ده لسه مش موجود، ويعني هياخد وقت كبير عقبال ما نبقى شايفين حاجه زي كده، ده لو حصلت يعني. فالنارو ارتفيشال انتليجنس هو ان احنا عاوزين نبني اداه معينه او سيستم معين يعمل لنا مهمه معينه او عده مهام. زي ايه مثلا؟ زي السيارات ذاتيه القياده. انا عاوز ابني سياره بتعمل مهام معينه، من انها تعمل ديتكشن للاشارات بتاعه المرور وللاشارات اللي موجوده على الطريق، من انها تتعرف على الناس اللي ماشيه في الشارع بحيث تعرف ان ده بشر فتبعد عنه، السيارات اللي قدامها وتحدد المسافات وامتى تفرمل وامتى لا. فدي يعتبر ايه من التاسكات بتاعه الذكاء الاصطناعي بشكل عام. حاجه تانية زي ان احنا نعمل شات بوت بقى زي شات جي بي تي، ان هو تساله سؤال فيجاوب لك عليها بناء على الداتا اللي هو متعلم عنها. او ان احنا نعمل مثلا سيستم ذكي لشركه يعمل لها بريدكشن للحاجات اللي هتيجي في المستقبل، او للاسهم مثلا، او للارباح بتاعتها. او ان احنا نعمل حاجه تصنف الامراض، او تعمل لك تحليل لحاجه معينه، او تصنيف مثلا لمرض معين بناء على المعلومات اللي انت بتدخلها له. فده كله ذكاء اصطناعي. من ضمن بقى الذكاء الاصطناعي هو الماشين ليرنينج. فكره الماشين ليرنينج بالمناسبه، الذكاء الاصطناعي برضو حاجات زي الروبوتكس وخلافه يعني. الماشين ليرنينج بقى في الذكاء الاصطناعي هي ايه؟ هي بارت من الذكاء الاصطناعي. مهمتها ايه؟ مهمتها انها بتتعلم عن طريق داتا انت بتديها لها. فانت معاك داتا، محتاج انك تبني موديل، الموديل ده يتعلم من الداتا عشان يؤدي لك تاسك معين او ينفذ لك مهمه معينه. بعد كده انت بتروح بالمهمه دي تقيس اداء الموديل بتاعك، هل هو كويس ولا لا، عشان لو مش كويس تروح تحسنه، وتروح تاني تبني الموديل بتاعك او تدرب الموديل بتاعك. فانت معاك اكسبيرينس او داتا معينه، انت عاوز الماشين ليرنينج بتاعتك الماشين او الموديل بتاعك يتدرب بناء على الاكسبيرينس دي. فتلاقي ان الماشين ليرنينج منقسمه لثلاث اجزاء: سوبرفايزد وان سوبرفايزد ورينفورسمنت ليرنينج. يعني تعليم خاضع للاشراف وتعليم غير خاضع للاشراف. والتعليم المعزز دي مش هنتكلم عنه، لان ده ازاي بقى السيستم بيتدرب من نفسه وحاجات يعني ايه بعيده عننا شويه دلوقتي. فخلينا نتكلم على الشقين الاولانيين. يعني ايه سوبرفايزد او اشراف، تعليم تحت اشراف، وان سوبرفايزد ليرنينج. السوبرفايزد ليرنينج هو انك معاك داتا ومعاك الاوتبوت بتاعها. يعني ايه؟ انا مثلا معايا معلومات عن المريض. المريض ده مثلا بيعاني من التهاب رئوي، ربنا يعافينا جميعا يا رب. بيعاني مثلا بيكح كتير، بيدخن مثلا يعني.
يعني عنده حساسيه ايا كان، انا باخد المعلومات دي كلها، بعد كده بناء عليها بقول والله المريض ده عنده مرض معين، مرض اكس. المريض التاني معلوماته كذا وكذا، لا هو ما عندوش المرض ده. فده السوبرفايز، انا معايا الداتا ومعايا الاوتبوت بتاعه. فده خلاص انت بتدي للموديل بتاعك الاكس والواي عشان هو يتدرب منهم ويطلع العلاقات ما بين الاكس وما بين الواي، عشان بعد كده لما تدي له الاكس اللي هو ده انا معايا مريض بيعاني من كذا وكذا وكذا، هو يقول لك المريض ده عنده من المرض اكس او لا مثلا يعني. فهتلاقي ان المشاريع اللي بتتعمل في الجانب ده من الماشين ليرنينج هم جزئين: ريجريشن وكلاسيفيكيشن. كلاسيفيكيشن ان هو انا هصنف لك الحاجه معينه اذا كان مثلا عنده اكس او لا، او هعمل لك مالتي كلاسيفيكيشن اللي هو انت عندك اكس او واي او زد او ايا كان، يعني اكتر من ليبل او اكتر من مرض عادي انا اصنفهم لك. طيب ده الكلاسيفيكيشن، انا بصنف لك حاجه معينه بناء على الانبوت والاوتبوت اللي انت علمتني عليه. الريجريشن هو نفس المبدا، انا برضو بتعلم من الداتا ومن الاوتبوت، بس حاجات قيم رقميه او قيم كونتينوس. يعني ايه؟ يعني مثلا اسهم اسعار الاسهم، فانت اديتني معلومات عن السهم، فبناء على المعلومات دي هقول لك ان السهم ده قيمته كذا. او مثلا انت اديتني معلومات عن الشركه، فاقول لك ان الحاجات دي هتديني ارباح كذا. او اديتني معلومات عن سعر البيت، فاقول لك والله ان المعلومات دي بتقول ان البيت ده هيتباع ب 100,000 دولار او ب 200,000 او ايا كان القيمه. فدي قيمه رقميه، ممكن تبقى واحد، ممكن تبقى واحد وربع، ممكن تبقى اتنين، تبقى 10، تبقى مليون. ده الريجريشن، انا بتنبأ بقيمه رقميه مستمره مش حاجه محدده بس. انما الكلاسيفيكيشن هي حاجه محدده، يا واحد يا اتنين يا تلاته كده كلاسيفيكيشن. انما بقى لو واحد من 10 او اتنين من 10 او تلاته من 10، دي كلها تعتبر ايه؟ قيم كونتينوس، تبقى دي كده ريجريشن. فممكن نستخدم الريجريشن بقى في التنبؤ باسعار الاسهم، التنبؤ بالارباح، التنبؤ باي قيم كونتينوس. اما الكلاسيفيكيشن عشان نصنف حاجه معينه. ده بالنسبه التعلم الخاضع للاشراف او السوبرفايزد ليرنينج. الان سوبرفايزد ليرنينج بقى جه عشان يشتغل على نوع تاني من الداتا. هو ايه؟ هو ان انا معايا الداتا بتاعتي بس مش معايا الاكس بتاعها. يعني انا معايا مثلا معلومات عن المريض نفسه، بس مش معايا هل المريض ده بيعاني من المرض ده ولا لا. فهنا دي مشكله، انا معايا الاكس اللي هو الانبوت بس مش معايا الواي، فانا ما اعرفش الاكس ده بيدل على ايه. فالمشاريع اللي بتطبق على بقى الان سوبرفايزد ليرنينج هي ايه؟ هي الكلاسترنج مثلا، حاجه زي الكلاسترنج. يعني ايه؟ انا والله معايا بيانات عن العملاء بتوعي كلهم، يعني معايا داتا سيت فيها عملاء كتيره جدا، معلومات عنهم، عن العمر والسن والخدمات اللي هم بيستخدموها وكل الحاجات دي كلها، بس مش معايا اي ليبل للعميل او اي تعريف للعميل ده يقول للعميل ده ينتمي لحاجه معينه او لا، انا مش معايا. فانا هعمل ايه؟ الكلاسترنج بقى او الان سوبرفايزد ليرنينج مهمته في الحته دي هي ايه؟ هو انه ياخد الداتا دي كلها ويعملها لك عباره عن شويه مجاميع. انا مثلا والله هبدا اطلع العلاقات ما بين العملاء دول كلهم، عشان اقول لك والله ان عندك مثلا المجموعه دي من العملاء هم اقرب لبعض، يعني هم اكثر تشابها، فدول مجموعه الف. والمجموعه دول من العملاء هم برضو اكثر تشابها، فدول مجموعه باء. والمجموعه دول من العملاء هم اكثر تشابها، دول بناء على ايه؟ بناء على العمليات اللي هو عملها على الداتا خلال الموديل اللي انت بنيته. طبعا العمليات اللي هو عملها عليها علشان يعرف يطلع الانماط بين البيانات دي، ويقول لك والله ان ده مجموعه متشابهه مع بعضها، ودي مجموعه متشابهه مع بعضها، ودي مجموعه متشابهه مع بعضها. فده الكلاسترنج. ده بيشتغل امتى؟ وقت ما يكون مش معاك الليبل بتاع الداتا او معاك الاكس بتاع الداتا، الاسف الواي بتاع الداتا. طيب كده جميل. كده بقى معانا الماشين ليرنينج ومعانا التاسكات بتاعتها سواء ريجريشن او كلاسيفيكيشن او كلاسترنج. طيب في بقى المشروع بتاع الماشين ليرنينج، احنا لما بنيجي نشتغل بنعمل ايه؟ بيبقى معانا الداتا، او هي مش يا اما تبقى معانا يا اما بنعمل لها احنا كوليكشن ونجمعها. بعد كده بنبدا بقى الخطوات بتاعه الداتا بريبريشن، ان احنا ازاي بقى نفهم الداتا دي ونعدها ونجهزها للموديل عشان الموديل يقدر يطلع يتدرب عليه، لان الموديل بيحتاج الداتا داخله بطريقه معينه. يعني مثلا الداتا اللي معاك دي كلها تبقى عباره عن قيم رقميه. الداتا مثلا ما يبقاش فيها تنوع، يعني ما يبقاش ده 1000 وده مليون، وما يبقاش ده واحد وده 1000 وده 500,000 مثلا. التنوع ده بيدي للموديل بيخلي الموديل يشتغل بشكل مش كويس وينحاز للقيم الكبيره. فكل دي مراحل احنا محتاجين نعملها، هي الداتا بريبريشن. بعد الداتا في خلال الداتا بريبريشن برضو انت بتعمل ايه؟ بتعمل فيتشر سيلكشن واكستراكشن. يعني انا مثلا دخلت للموديل بتاعي مجموعه بيانات عباره عن 1000 كولوم. فال1000 كولوم دول كتير، انا لو قللتهم ده يحسن من سرعه واداء الموديل بتاعي، والاكيورسي بتاعته كمان ممكن تزيد. فانا بشوف في الفيتشر مثلا سيلكشن ازاي انا اطلع احسن قيم من الكولومز دي كلها تكون مناسبه ان الموديل بتاعي يتدرب عليها. او فيتشر اكستراكشن، ان انا مثلا معايا 2 كولوم، الاثنين كولوم دول لو جمعتهم مع بعض هيطلعوا لي كولوم واحد، بس الكولوم ده بيكافئ الاثنين دول. فانا مثلا لو معايا 500 الف كولوم،
فقدرت اعمل فيتشر اكستراكشن مثلا، ان خليتهم يبقوا 500 بحيث ان كل اتنين يبقى فيهم مثلا حاجه زي المساحه. انا مثلا مساحه المربع، فانا هو اعطيك مثلا الطول والعرض بتاع المربع، فانا ممكن ادمجهم مع بعض في مساحه، فنبقى خدت آه، في اتنين فيتشر ودمجتهم في فيتشر، بس الفيتشر ده بيدل على الاثنين دول. دي البروسيس بتاعت مثلا جزء من البريبريشن اللي بيتم على الداتا. انا ليه بقول لك كده؟ عشان لما اجي اتكلم على ديب ليرنينج تفتكر الحته دي تاني. طيب، فانت بتعمل الداتا بريبريشن بتاعتك، بعد كده بتدرب الموديل وبتشوف بقى الموديل بتاعك الاكيورسي بتاعته عامله ازاي، وبتعمل له ايفالويشن. ده الماشين ليرنينج. طيب حلو كده. طب ما الماشين ليرنينج جميل اهو، ممكن بقى اشتغل عليها على اي تاسك زي ما انا عاوزه. بس هنا حصل مشكله، ان مع زياده الوقت بقى في عندنا داتا كبيره جدا. يعني بدا الداتا بدل ما تبقى قليله والداتا المتوفره قليله، لا بقى بدا يبقى معانا داتا كتيره جدا، بدا يبقى معانا ملايين ملايين من البيانات. فلما جينا في النوع ده من المشاكل، ان بقى عندنا ملايين من البيانات، جينا ندرب ماشين ليرنينج موديل، لا ما جابش اكيورسي. يعني الاكيورسي بتاعته عند المليون ما اختلفتش قوي عند ال 2 مليون، عند ال 3 مليون، يعني الفرق حاجات بسيطه جدا. فبقى انت عندك اهدار في الموارد. فاحنا نتعامل مع الحاجه دي ازاي؟ لازم نشوف لها حل. طب ده اول نوع، اول نوع من المشاكل. تاني نوع من المشاكل ظهر، هو ان انا بقى معايا صور وبقى معايا تكست كتير. فعشان تشتغل على الماشين ليرنينج انت محتاج تعمل فيتشر اكستراكشن وفيتشر سيلكشن وداتا بريبريشن قويه على النوع ده من الصور قبل ما يدخل الماشين ليرنينج موديل، علشان تعمل ايه؟ علشان الموديل يقدر يتدرب عليه. فبقى عندك مشكله تانية، هو ازاي بقى انا احول الصوره دي من عباره عن صوره لشويه فيتشرز الروز في كولومز الموديل يقدر يتدرب عليهم. دي كانت مشكله تانية. طبعا هي ممكن تتعمل، بس هتاخد بقى جهد كبير قوي. ان مثلا معايا صوره، فانا هطلع منها معلومات عن الكثافه بتاعت الصوره وعن درجات الالوان وعن الحدود بتاعتها وكل الحاجات دي. هتحتاج مني شطاره في الايمج بروسيسنج قويه، وتحتاج مني ايفورت كبيره، ومش هغطي كل الصور. يعني انا لو معايا 1000 صوره او 2000 او 10000 صوره، فمش هقدر اطلع كل الفيتشر منهم. فدي كانت مشكله تانية. فمن هنا بقى ظهر الديب ليرنينج. الديب ليرنينج هو عباره عن جزء من الماشين ليرنينج. ظهر عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل عمليات معقده اكتر على البيانات. بدل ما يبقى عندي عمليه بقى بسيطه، لا انا هعقدها. فالديب ليرنينج اصلا مقتبس من او متاخد من المخ بتاع الانسان. ان انا يبقى عندي الانبوت، انا بستقبل مثلا الانبوت بعيني، بعد كده الصوره اللي انا بستقبلها دي بتروح على خليه في مخي، الخليه دي بتفهم جزء معين من الانبوت، بعد كده بتبعتها لخليه تانية، الخليه التانية بتقدر تفهم جزء تاني، لحد ما كله يتجمع في الاخر ويديك الاوتبوت اللي هو انا شايف. فانا شايف قدامي كاميرا، انا شايف قدامي لابتوب، انا شايف قدامي اي حاجه. فخلاص قدرت عن طريق عمليات كتيره بتتعمل خلال النيورونز اللي موجوده في مخي اقدر افهم الانبوت اللي داخلي. كذلك الديب ليرنينج ماشي على المبدا ده، مستوحى من الخلايا بتاعت الانسان. ان انا عندي خليه، الخليه دي هتدخل لها الانبوت ايا كان حجمه وايا كان الشكل بتاعه. ان انا عندي ستراكشرد داتا اللي هي جداول الروز في كولومز، وعندي ان ستراكشرد داتا زي الصور والتكست والفيديوهات والصوت وكل الحاجات دي. فانا بقى هعمل ايه؟ خلاص انا بقى الديب ليرنينج جه بقى عشان يعمل ايه؟ هو هيطلع الفيتشرز لنفسه. خلاص انا بقى عندي طريقه هعمل بيها اكستراكشن الفيتشر من غير ما انت تقول لي. فانت دخل لي الصوره، خلاص انا هاخد الصوره دي هبدا اطلع منها الفيتشرز بتاعتها كلها، واطلع منها المعلومات بتاعتها كلها، وفي الاخر خلاص هقول لك والله الصوره دي بتدل على كذا. انت طبعا هتكون معلمه ان الصوره دي بتدل على كذا. فانت خلاص الديب ليرنينج جه حل لك مشكلتين. اول حاجه بقى بيتعامل مع الداتا الكبيره من الداتا، لانه عاد بيعمل عمليات اكثر تعقيدا على البيانات. فخلاص اديت له مليون، اديت له 2 مليون، اديت له 5 مليون، 10 مليون، هو هيقدر يتعامل مع الكم الكبير من البيانات ويديك اكيورسي عاليه، على عكس الماشين ليرنينج. تاني نوع، انك لو اديت له انستراكشرد داتا زي الصور والتكست كده وكده، هو هيقدر لوحده يعمل لهم فيتشر اكستراكشن ويطلع المعلومات منهم. فخلاص هو خلاص اغناك عن الخطوه اللي في النص اللي انت كنت هتعملها في الماشين ليرنينج، انك هتعمل فيتشر اكستراكشن بنفسك. لا هو هيعملها بنفسه. فخلاص انت كده هيديك اكيورسي اعلى ويديك بيرفورمانس احسن، ويتعامل مع الداتا الكبيره والداتا غير المهيكله. فكده الديب ليرنينج. يتبقى معانا بقى علم البيانات، الداتا ساينس. انا كنت عملت فيديو تقريبا 25 دقيقه بتكلم فيها على الداتا ساينس واللايف سايكل بتاعتها كامله. فبصراحه انا بنصح انك تشوف الفيديو ده، لانه مفيد جدا وهيطلع يعني هيفهمك الدنيا بتمشي ازاي ومحتاج تتعلم ايه. وانا دلوقتي برضه هقول بشكل سريع ان شاء الله ايه هي الداتا ساينس. الداتا ساينس هو مجال بيجمع بين مجالات مختلفه، زي ايه؟ زي الماثيماتكس والاستاتستكس، زي الكمبيوتر ساينس، زي البيزنس، زي الماشين ليرنينج.
ليه بيجمع بين المجالات دي كلها؟ عشان الداتا ساينس مهمته ان هو يطلع معرفه من البيانات. انا معايا بيانات كتيره ماشي، فانا مهمتي كداتا ساينتست في الشركه ان انا اطلع المعلومات من البيانات دي، وابدا اجاوب على اسئله عشان اقول للشركه والله انت محتاجه تعملي 1 2 3 عشان انت مثلا تكسبي، او انت بتخسري بسبب 1 2 3. فانا كداتا ساينتست ببدا اطبق على الداتا statistical اناليسيز بناء على ايه؟ على معرفتي بالستاتستكس. بعد كده بستخدم مثلا الكمبيوتر ساينس علشان حاجه زي لغه بايثون او اس كيو ال، بطبق بيهم على الداتا بتاعتي عشان اعمل اناليسيز. بعد كده مثلا بستخدم معرفتي في البيزنس علشان افهم الداتا واعرف اطلع اجابات للاسئله اللي انا عاوزها. وبعد كده بستخدم الماشين ليرنينج علشان اعمل توقع لحاجه معينه لو احتجتها. اوقات انت كداتا ساينتست كل اللي انت بتعمله هو الاناليسيز، انت ما بتبقاش محتاج تعمل ايه؟ ماشين ليرنينج موديل. فانت هنا مهمتك كداتا ساينتست في شركه انك بتجاوب على اسئله عن طريق العلوم اللي انت اتعلمتها، الاستاتستكس والماثيماتكس والكمبيوتر ساينس والماشين ليرنينج والسوفت وير وكل الحاجات دي. طيب فانت بتعمل ايه في الداتا ساينس؟ بتقدم تقارير. انت والله الشركه بتقول لك انا عندي مشكله 1 2 3، فانت بتاخد البيانات دي وتطبق عليها العلم اللي انت اتعلمته، والعلم ده والتولز بتختلف. انت معاك علوم ممكن تطبق العلوم دي عن طريق البايثون، عن طريق الاس كيو ال، عن طريق انك تستخدم تابلو او باور بي اي، بس التكنيكس واحده والعلم واحد، فانت بتطبقه ايا كانت الطريقه. فانت مهمتك كداتا ساينتست كده انك بقى هتطبق الاناليسيس بتاعك على الداتا بايا كانت التولز اللي انت تشتغل بيها. فبتقدم تقارير للشركه، والله الشركه عندها سؤال معين، فانت بتاخد الداتا دي وتحللها، بعد كده تطلع اجابه للسؤال ده وتقول لها والله انا الريكومنديشن بتاعي انكم تعملوا كذا وكذا وكذا، لان بسبب السؤال بتاعكم كان جوابه كذا، فبناء على اللي انا لقيته واللي انا فهمته من الداتا انا شايف انكم لازم تعملوا كذا. انت الرؤيه بتاعتهم من البيانات، انت اللي بتطلع الانسايتس او المعلومات او النولج من البيانات دي، وبعدين تروح تقول لهم، لان البيانات كبيره جدا ومحدش يعرف يطلع كل المعلومات دي منها. فده بشكل سريع مهمتك كداتا ساينتست. اوقات بتحتاج تعمل ماشين ليرنينج موديل عشان تعمل حاجه معينه، ولكن مش ده الرئيسي. طيب ده الداتا ساينتست. ايه بقى الفرق بين الماشين ليرنينج والداتا ساينس؟ هنا بقى هقولهم لك في جمله واحده تفهمك الدنيا، بعد كده ممكن نسرد فيهم شويه. الفرق بين الماشين ليرنينج انجينير والداتا ساينتست هو ان الماشين ليرنينج بيطلع منتج او برودكشن، الداتا ساينتست بيطلع تقرير. يعني ايه الكلام ده؟ انا كماشين ليرنينج انجينير انا مهمتي في الشركه ان انا اطلع سوفت وير معين بيعمل لي تاسك معين. زي ايه؟ انا مثلا بركز قوي في الماشين ليرنينج على الجزء بتاع الموديلنج، ان انا ابقى فاهم الموديل ده مبني ازاي، الموديل ده بيتعلم ازاي الموديل ده بيعمل اوبتمايزيشن لنفسه، ازاي اعمل ايفالويشن للموديل بتاعي واطلع اكيورسي كويسه، ازاي اعمل تيوننج ليه، ازاي اعمل ديبلويمنت للموديل بتاعي. كل حاجه متعلقه بالبروسيس بتاعه الماشين ليرنينج موديل او موديلنج، وان انا ابني الموديل بتاعي بتفاصيله دي انا اكون فاهم فيه، عشان اقدر اطلع الموديل باحسن اكيورسي ممكنه، واقدر اطلع برودكشن منتج قابل للاستخدام. فده الماشين ليرنينج. خلاص انا عملت سوفت وير زي شات جي بي تي مثلا، انا عملته علشان الناس بعد كده تدخل تسال السؤال فيروح للموديل بتاعي، فالموديل بتاعي يديله الاجابه، فانا طلعت في الاخر منتج. الداتا ساينتست بقى بيعمل ايه؟ بيطلع تقرير. التقرير ده بيفيد مين؟ بيفيد البيزنس. انا عندي بيزنس معين، شركه تيليكوم مثلا زي فودافون واتصالات وموبينيل وكل الشركات دي. طيب انا مهمتي ايه؟ انا مهمتي والله ان الشركه جت قالت لي انا عندي عملاء بيسيبوا الشركه بشكل رهيب الفتره دي، انا مش عارف السبب. فانا انا كشركه، انا كداتا ساينتست هاخد البيانات دي وابدا اعمل لها الاناليسيس بتاعتي علشان اقول لهم والله ده في كذا وكذا كذا حصلوا، فبناء عليها ده التقرير اللي بيقول لكم كل المعلومات دي والريكومنديشن بتاع انكم تعملوا كذا. فانا اديتهم تقرير. اوقات بحتاج اعمل موديل معين مثلا علشان حاجه تخدمني في شغلي، ولكن مش بالضروره او مش الحاجه الرئيسيه. الحاجه الرئيسيه بتاعتي ان انا في الاخر اديت لهم تقرير. احتجت اعمل ماشين ليرنينج موديل يعمل بقى كلاسيفيكيشن او ريجريشن، هعمل، بس مش بنفس العمق بتاع الماشين ليرنينج انجينير، وان انا اكون فاهم كل التفاصيل اللي الماشين ليرنينج انجينير يكون فاهم. فده الفرق بين الداتا ساينس وفرق بين الماشين ليرنينج. لو جيت تتعلم بقى هتلاقي في الداتا ساينس انت هتركز قوي على الجزء بتاع الاناليسز والجزء بتاع الاحصاء والجزء بتاع البيانات بشكل كبير. في الماشين ليرنينج الجزء بتاع الاناليسيس برضه هيكون مهم بالنسبه لك تعرفه، عشان لو احتجت تقدم تقارير معينه برضه، او احتجت توضح للشركه بتاعتك وانت بتعمل برودكشن ان في statistics معينه انا طلعتها. بس الجانب الكبير بتاعك هو الموديل، انك ازاي بقى هتطلع الموديل وازاي هتطلع في الاخر البرودكشن بتاعك يشتغل فعلا بشكل كويس، ولما تعمل له ديبلوي يشتغل بسرعه ويشتغل باكيورسي كويسه، ومع بعد الديبلويمنت الاوبريشن اللي بتتم والتحسن اللي هتقدمه على الموديل بتاعك. فده الفرق ما بين الماشين ليرنينج والديب ليرنينج، وحبيت اديكم شويه معلومات في النص كده تكون مفيده لكم.
فيعني اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون مفيد وانكم ما ملتوش من البدايه ووصلتوا لهنا. فلو انت وصلت لهنا شكرا، وما تنساش تشترك لو انت لحد دلوقتي لسه ما اشتركتش، فاكيد يعني عملت اشتراك ان شاء الله. واللايك برضو مفيد. لو انت ليك رأي اتمنى تقوله، تدخل على اللينك بتاع التليجرام وان شاء الله هفعل التعليقات عليها قريب، بس هعمل فوتس في البداية، فتقولي الفوت وتكتب في الكومنتات برضو لو انت محتاج اي حاجة. بس يعني ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي قريب، واعمل لكم سلسلة من الفيديوهات. فلو انت من الناس اللي محتاجة تتعلم ماشين ليرنينج او تعمل مشاريع، لان بالمناسبة برضو هعمل مشاريع في الماشين ليرنينج، فلو انت من الناس دي يا ريت تقول لي في الكومنتات، عشان ان شاء الله اسرع العملية بتاعت البلاي ليست وتتم بسرعة. وبس. السلام عليكم.